من أسامة نبيه لأحمد الكاس لحلمي طولان لحسام حسن. أسامة نبيه أنا قلت من قبل البطولة بشهور إن هو هيطلع من الدور الأول. أحمد الكاس قبلها بشهور قلت إنه هيطلع عشان مفيش كورة، مفيش تكتيك. الشباب مش عارفين أساسيات الكورة، سواء الشباب أو كبار والله. يعني تتفرج على الماتش تبقى عايز تقفل، ولا منتخب كبير ولا المنتخب به ولا أي منتخب من المنتخبات. تحس إن إحنا بنلعب كورة والعالم كله بيلعب كورة تانية مختلفة تماما عننا. أحمد الكاس كسب الدور ال 64 أو صعد من الدور ال 64 للدور 32، فطبيعي في 32 فرقة تعبانين يعني، أو على الأقل 15 فرقة تعبانين، فإحنا لعبنا فرقة تعبانة كسبناها. تعادلنا مع فنزويلا وعادي خسرنا بقى من انجلترا، وهنخسر من سويسرا وهنخسر من اي فرقه تانية. يعني لو كنا دخلنا على دور 32 على طول كنا زماننا بره من الدور الاول. اسامه نبيه طبعا نو كومنت. حلمي طولان انا مدرب مصري عنده 75 سنه هيضيف ايه للكوره؟ انا عايز افهم. يبقى اي مدرب صغير، يعني احمد عبد الرؤوف اللي ماسك زمان ليه ما يمسكش؟ عماد النحاس ليه ما يمسكش؟ علي ماهر ليه ما يمسكش؟ اهو تجهز له المنتخب الكبير صح كده. لكن لا، ما السبوبه شغال نجيب واحد عنده 75 سنه يمسك مدرب منتخب، تخيل. حسام حسن طبعا احنا عارفينه بقى بالتهجيص والزعيق والكلام اللي بيعمله ده، وعادي ولا هيحصل اي حاجه. وبطوله افريقيا هنطلع من الدور الاول او هنطلع من الدور التاني، وهيطلع يقول لك بقى اي تهجيص واي اسباب ملهاش اي معنى، وهيكونوا قبل كاس العالم وهلم جر. طول ما احنا في المستوى ده عمرنا ما هنشوف بطولات تاني. سلام.